السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم معانا في فيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاع النهاردة هنعمل ازاي نتعلم او نعرف شطرنج من الصفر خالص. انت واحد ما تعرفش اي حاجة عن الشطرنج وجاي تعرف واحدة واحدة. طيب المعلومات اللي هنقولها دي يعني نسبة كبيرة جدا عارفينها، في ناس ما تعرفهاش، فاحنا هنحاول نوضحها سوا سوا كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. اول حاجة انت عندك رقعة الشطرنج بتتكون من 64 سكوير او مربع. المربعات دي كلها يا جماعه بتبقى 32 ابيض 32 اسود. طب حضرتك لو بتلعب على البورد في الحقيقه، من المعلومات البسيطه جدا المفروض ان انت تبقى عندك المربع اللي على يمينك ابيض، لان مثلا لو رحنا مثلا نلعب على القهوه على اي حاجه، ساعات في ناس بتحط البورد غلط، اللي هي مثلا تلاقيها حاطه الكورنر ده اسود. طيب دي معلومه. طيب المعلومه الثانيه طبعا ان انت عندك الابيض تمام بيبقى عنده هنا الرو ده الاولاني اللي هي 1 2 3 4، والاسود اللي هو ناحيته 8. طيب قطع الشطرنج انت عندك في 8 عساكر ابيض. ماشي. العساكر متاح تتحرك في اول نقله حركه او اتنين، يعني تتحرك حركه ماشي او تتحرك اتنين ماشي. خلاص. طيب حركتها ماشي حركه، حركتها اتنين براحتك خالص مفيش مشكله. طيب الاسود عنده برضو 8 عساكر. ماشي مفيش اي مشكله. طيب نيجي للرك او الرخ زي ما احنا بنسميها، بيبقى فيه واحده هنا وواحده هنا. خلاص. ونفس الحكايه واحده هنا وواحده هنا. طيب النايت احنا طبعا هنتكلم برضو ازاي كل قطعه بتتحرك. ماشي. وادي هنا النايت، سوري النايت. ماشي. طيب بالنسبه للبيشوب، ماشي نحط هنا بيشوب وهنا بيشوب. طبعا بيبقى في واحد ابيض وواحد اسود. البيشوب مشكلته ان هو ما بيعرفش يغير لونه، مش زي النايت. النايت انت مثلا ممكن يبقى هنا على الابيض ينط هنا على الاسود يغير تاني يرجع على الابيض مفيش مشكله. طيب الكينج. الكينج عاده بيبقى عكس لون، يعني الكينج دايما بيبقى عكس ايه لون. الوزير تمام او الكوين بيبقى نفس ايه لون. طيب دي زي ما احنا قلنا كده الستارت بوزيشن، دي الحاجه الاساسيه. طب انت لما تيجي حضرتك ماشي تبتدي ماتش، عندك كام نقله متاحه؟ عندك 20 نقله. ايه هما؟ انت ممكن تحرك اي بدء من دول تمام نقله واحده. خلاص. ماشي. او نقلتين، يبقى انت كده عندك 16 حركه. طب انت قلت لي 20 مش 16. ما هيرجع بقى. ماشي. النايت ممكن يجي هنا والنايت او هنا، ونفس الفكره النايت ده ممكن يجي هنا او ممكن يجي هنا. فانت عندك بالابيض اول حركه ليك 16 نقله بالعساكر، حركه او اتنين، وحركتين بالحصان. طيب وبعد كده طبعا الحاجات بتتضاعف اكسبوننشال، يعني داله اسيه اللي هي باور يعني، فالموضوع بيكبر جامد. طيب يبقى احنا عندنا تعريفتنا اساسيه ان انت عندك 64 تمام مربع اهو. ماشي 64 مربع. دايما الخانه اللي على اليمين بتبقى ابيض. بنبتدي الترتيب هنا من 1 2 3 ناحيه الابيض، و7 8 ناحيه الايه الاسود. زي ما قلنا النقلات انت عندك العساكر ممكن تتحرك في اول حركه ليها بس واحده او اتنين، بعد كده تتحرك حركه واحده بس، وممكن تطلع بالحصان. طيب دي حاجه. الحاجات التانية بقى القطعه بتتحرك ازاي. ماشي. يعني القطع لو انت مثلا حركت الحصان، ماشي اللي قدامك حرك اي حاجه وحطيت حصان هنا، هو الحصان ده بيتحرك ازاي يا جماعه؟ الحصان ده بيتحرك حرف ال، يعني انت بتمشي كده كده خلاص، او يعني تمشي كده ماشي كده خلاص، يعني على حسب الحصان بيتحرك ازاي. الحصان عاده بيضرب بالثمان خانات، يعني دي ودي ماشي، ودي 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 ودي. فالحصان بيبقى زي حاجه بيسموها تريكي بيس بالذات في البليدز والرابد، لان هو بيضرب 8 خانات لو هو في النص. طبعا النايت على الجنب ملوش لازمه، ماشي بيبقى حركاته قليله. خلاص. يعني لو حطينا النايت ده على جنب كده بتلاقي حركاته قليله جدا يعني لو رجعنا كده وطلعنا نفس الطلعه بس طلعناها من الناحيه دي، هتلاقي الحصان متحجم ادي 1 2 3 4، وهنا ما ينفعش يجي طبعا عشان فيه عسكري. فالحصان ماشي حركاته قليله لو هنا في النص. طيب لكن الحصان لو زي ما احنا عملنا كده طلع هنا ماشي، فهو يعني حصان في السنتر هنا كويسه جدا. طيب في حاجه تاني، انت عندك الاربع مربعات دول بنسميهم سنتر. السنتر ده كله بيحارب عليه. ماشي. فانت بتحارب على السنتر ده
ماشي، بحيث ان انت تحاول تكنترول السنتر بتاع عشان تكنترول الجيم. طيب الناحيه دي اسمها كينج سايد، الناحيه دي اسمها كوين سايد. تمام ماشي. فساعات بنكسل هنا يعني اللي هو نبيت الناحيه دي، نبيت قصير او نبيت طويل. تمام، واحده واحده كده هنبتدي نتعرف على كل حاجه. طيب ايه البيشوب؟ طبعا انت البيشوب ماشي ميزته ان هو بيتحط على الدياجونال، بيضرب مربعات كتير جدا. ماشي. الفكره بقى كلها ان البيشوب ما بينفعش يغير اللون بتاعه، يعني هو ابيض هيفضل يلعب على المربعات البيضاء. لو في فيل زي كده او يعني سوري اي حاجه هنا على الاسود، هو مش هيعرف يعني ايه ياكلها زي ما بيقول. طيب الحصان غير. الحصان غير ليه؟ الحصان انا دلوقتي لو جيت هنا انا كنت واقف على اسود، هوبا طلعت على ابيض. ماشي. الحصان لما بيعمل فورك ممكن يعمل فورك على قطعتين على نفس اللون، يعني مثلا دلوقتي هنا الحصان ده ممكن يعمل فورك على قطعتين او يعني حاجتين في نفس اللون. ماشي. يعني نفترض مثلا احنا طلعنا كده، اللي قدامي طلع كده، فانا جيت طلبته ما رجعش عشان يحمي، اتحرك مثلا كده. فهنا طبعا دلوقتي سمح لي بفورك ان انا هنا اما انزل هنا خلاص هبقى في فورك هنا ماشي وفورك هنا. خلاص مفيش مشكله ان انا ساعتها هاجي اقول له كش خلاص واخد الروك. فاحنا في الفيديو ده عرفنا ازاي نرص القطع. ماشي. وعرفنا حاجه تاني صغنطوطه، ان ازاي يعني الدنيا بتتحرك مبدئيا. يعني عرفنا الحصان. ماشي. الحصان ده لو حطيناه هنا خلاص عرفنا ان هو بيضرب 8 خانات. ماشي. خلاص. طيب الحصان في السنتر، اما تمركزه في السنتر ما ينفعش حاجه تطرده، بيبقى كويس جدا. طيب الفيل. الفيل سواء على الابيض او على الاسود زي ما قلنا هو بيضرب ماشي هنا حاجات كتير جدا. خلاص. طيب خلينا في الفيل يا عمنا. ماشي. يعني هو هنا مثلا هتلاقيه ضارب ده وضارب كده. خلاص. ضارب كده ضارب كده. طيب في حاجه مهمه عايزين نتكلم عليها، ازاي ندي اشكال ماتات بسيطه. يعني في ساعات اما مثلا بعلم ابني او بلعب معاه، ساعات مثلا بنوصل مثلا اخر جيم او اتفرج عليه هو بيلعب اونلاين، ساعات مثلا بيبقى معايا ملك ومعاه ملك وطابيه، واللي قدامه معاه ملك والاقيه مثلا مش عارف يدي مات. خلاص. طب يعني ما النتات في اشكال منها. خلاص. هو الفكره كلها ان انت عايز يعني تجيبه في ايه، في صف ده او الصف ده او الصف ده او الصف ده، وتديله باك رانك ميت. تمام. فحتى احنا لو لعبناها ماشي، يعني احنا مثلا لو دخلنا كده هو اتحرك كده واحنا بدأنا نخش، هو لو نزل ماشي فانا قدمت، فهو اتحرك وانا اتحركت ماشي، ونفترض يعني ان هو اتحرك كده وانا اتحركت كده. خلاص. او قبل ما اتحرك كده مثلا اللي هو نزلت خلاص كده انا قطعته، جالي كده جيت كده ماشي، جه كده جيت كده دخل هنا. تمام ماشي. انا ممكن اديله مات على طول ماشي ساعتها في الصف الخلفي. انا قصدي ان ساعات بيبقى في ناس مش عارفه تموت برخ تمام وملك. سواء ايا كان الاستراتيجيه اللي انت هتتبعها. تمام. هو يقعد مثلا يرخم عليك شويه نيجي احنا كده فنديله مثلا ويتنج موف ماشي، نشوف هيتحرك ازاي، هيجي كده نرجع تاني، هيرجع تاني، هيبتدي نرخم. طب اروح الناحيه التانيه، طب اجي كده ماشي، طب اديله واحده ويتنج موف تاني، اجي كده تمام، طب ارجع تاني، تحس بقى ايه، طب اجي كده، طب تيجي كده الاقيه يجي لك كده، انت كده مش عارف تدي مان ماشي. فلا انت لازم تمشي باوردر معين. انت دلوقتي ماشي اهو خلاص اتحرك بقى. هو لو جه في وشك تمام، يعني هو لو جه في وشك كده خلاص انت كده هو مش عارف يتحرك عشان الملك ماسك الثلاثه دول، هتنزل تديله كش اجباري ينزل، فتقرب عليه هنا ما تقدرش تيجي في وشه، تعالى في الجنب مثلا. خلاص. طبعا في كذا تكنيك مفيش مشكله. خلاص. هو هيقرب عليك كده، روح الناحيه الثانيه يا سيدي. خلاص. هيقرب كده ماشي، هديله واحده ويتي. خلاص. هيهرب اهو ماشي. خلاص. جه كده اديته كش، هينزل ماشي، انزل معاه مفيش مشكله. خلاص. وهكذا هيقرب تقرب ماشي، هيقرب تمام، دي واحده الناحيه التانية اهو ماشي، هيجري نجري وراه ماشي، رجع كده يا عم استنى عليه اصبر عليه مفيش مشكله. خلاص. جاي كده هياخد مال، جه هنا جيت هنا جه هنا. خلاص. جيت هنا
هو اجباري يرجع، هتديله مات. ده كده مات مثلا بالركن. لو شلنا الرك ده وحطينا مكانها وزير اسهل طبعا. ماشي. تعالوا كده نشوف مع بعض. خلاص هنا اهو. ماشي، هو ملوش غير الاثنين دول اهو، اقطعه. ماشي، اقطع الملك. طيب هيقرب طبعا. في ميزه في الوزير مش عارف يقرب عليه زي الرك. ماشي. قدامه اوبشن من اتنين، يا يجي هنا تمام يا ينزل تحت. طبعا ننزل تحت ريحك. نيجي هنا اهو كش، اهو قرب، اهو قرب، اهو. ماشي يا سيدي انا معاك. ها كده هيرجع تاني كش. اجباري يجي هنا او يجي هنا. جه هنا تمام، حضرتك اهو معاك معاه مربعين يتحرك فيهم رايح جاي بقى زي ما هو عايز. تمام اهو يا سيدي تمام. والخطوه الجايه بقى هيجي هنا مالوش في غيرها ومات. فلازم تكون عارف تموت. ماشي، بملك ورخ، ملك ووزير. طبعا ملك ورخين افضل، يعني الموضوع افضل. ماشي. فتعالى كده نشوف هنا مثلا الابيض عليه اللعب. مثلا نيجي هنا، هو قرب مثلا نروح الناحيه الثانيه، ابعد الرخان عن بعض. هو بقى دلوقتي هيتحرك اي حركه اديله كش، هيضطر ينزل اديله كش، هيقرب اديله كش، هيقرب بحيث ان انا ما اقدرش انزل بقى اديله مات هنا. يا عم روح الناحيه الثانيه، هو كده مات في واحد. فالرخين يشتغلوا مع بعض. طبعا الاسهل الرخ وزير. ماشي. الموضوع بسيط. يعني لو مثلا بدأنا كده، هو هنا ملوش غير حركة واحدة، ممكن نعمل كده، يجي هنا ونديله هوبا سلم كده وخلاص خلصت، مفيش مشكلة. فيبقى احنا ماشي الفكرة الأساسية بتاعت الفيديو. ماشي، انت حضرتك عايز تتعلم شطرنج، ده الستارت بوزيشن لازم يبقى هنا ابيض، عشان انت لو بتلعب على البورد عادية يعني مش على الكمبيوتر. على الكمبيوتر كده كده الرصة دي معروفة. عندك 8 عساكر ورخين وفيلين وحصانين وملك ووزير. الملك بيبقى عكس لونه والوزير بيبقى في لونه. ده تبييت قصير، ده تبييت طويل. طبعا ما جيناش على التبييت لسه. هنشرح الكلام ده، يعني انا هعمل بلاي ليست كده ان انت ازاي ماشي تتعلم شطرنج من الصفر. تمام، لحد ما نوصل مع بعض ان شاء الله ريت 2000 وشويه باذن الله يعني. طيب احنا دلوقتي كده عرفنا الشكل الاساسي بتاع الترتيب، عرفنا القطع بتتحرك ازاي. طبعا ما قلناش الروك بتتحرك ازاي، لان الروك دي بتبقى اخر تقريبا حاجه بتطلع في الماتش. يعني انت عندك لو في عندك هنا رخ مثلا ماشي وملك، واللي قدامك برضو عنده ملك ورخ مثلا، راح المكان الملك ماشي مثلا يعني. فانت عندك هو ده مثلا بيبقى بنسبه كبيره دروب. لو احنا خلصنا ادي كيش يا سيدي شكرا. تمام. الرخ بتتحرك تمام على رو او كولوم. ماشي، خلاص ما تمشيش سمبوكسه زي الفيل. فمثلا كش هتمشي، اجي انا يتحرك تاني كش مثلا استخبى هنا، يعمل اي حاجه، انا انزل اديله كش يطلع. المهم هو حاجه زي كده دروب. بس احنا عايزين نتعرف دلوقتي الروك ده بتتحرك ازاي. زي ما احنا قلنا اهو، طبعا في الاند جيم الروك بتبقى اقوى من الفيل برضو والحصان ساعات. بسبب ايه؟ ان الرخ برضو ممكن تتحرك عادي، هي على الابيض تيجي على الاسود مفيش مشكله. لكن هو الفيل طبعا جامد جدا في المساحات الواسعه. دي حاجه. طيب تعريف اخير كده عشان ما نطولش عليكم برضو. انت عندك كل قطعه او كل عسكري بيساوي نقطه. يعني انت هتلاقي مثلا بلس 1 بلس مش عارف ايه، فانت عندك كل عسكري من دول بنقطه. طيب الفيل والحصان، الحصان بثلاثه، الفيل يعني مختلفين فيه، بيقولوا 3 وربع، يعني احسن شويه من الحصان حاجه بسيطه. تمام، خصوصا لو الرقعه مفتوحه بيبقى بشع يعني. الحصان لو الموقف مقفول بيبقى افضل بكتير. يبقى انت عندك دي بنقطه، اي عسكري بنقطه. ماشي، اي حصان. ونقول الفيل معاه ب3 3 وربع مش هنختلف. تمام. طيب الرك ب5. ماشي، الرك ب5 نقط. فهي اوريدي الرك تمام. دي اسمهم مينور بيسز، دي اسمها ميجور بيسز، اللي هي الروك ده ميجور تمام اللي هي اقوى شويه. طبعا الوزير البرنس ده ب9 نقط. تمام. الكوين بقى ده الكوين ب9. الكينج بقى ده زي ما بيقولوا كده انفينيت او برايسلس، اللي هو يعني مالوش ثمن، انت لو خسرته بتخسر الجيم كله.
فكل القطع دي بتتحارب عشان تحميه او تحاول تكسب الفريق اللي قدامك او الجيش اللي قدامك. فاحنا دلوقتي عرفنا ان كل عسكري بوينت، الفيل والحصان، الحصان ب3، الفيل 3 وربع زي ما اتفقنا، الروك ب5، الوزير ب9 نقط، والكينج ماشي ده ملوش قيمه محدده لان ده اغلى حاجه. طيب ده كان فيديو سريع كده عن ازاي بترص الشطرنج، ازاي القطع بتتحرك، ازاي تدي مات بملك وطابيه او ملك ووزير او طابيتين او طابيه ووزير سريعا، يعني مش ما خدناش الافكار، خدنا الافكار الاساسيه. في الفيديو بقى اللي جاي ان شاء الله نحاول كده نعلي واحده واحده، وازاي نلعب مطوشه، وازاي نعمل مش عارف ايه، ونحاول نظبط كده الدنيا واحده واحده. لو عجبك الفيديو او عجبك السلسله ديت تمام، اشترك في القناه واعمل شير لاصحابك، وسيب لي كومنت لذيذ او لايك كده، وعرفني انت محتاج ايه او نعمل مع بعض ايه الفتره اللي جايه، ومع بعض كده نحاول نظبط السلسله دي بحيث ان احنا نوصل مع بعض الريت ايه 2000، سواء على ليتشيس او تشيس.com، الاثنين تمام ان شاء الله باذن الله نوصل مع بعض. جمعه مباركه عليكم ان شاء الله، والى اللقاء في فيديو اخر.